بص واحده واحده الله يخليك. هو مفيش شك تمام ان استخدام كلاهما هنا انت لازم تكون عارف هي اي حاله. طيب احنا درسنا اصلا كلا وكلتا في انهي جزئيه في المنهج؟ انت درستها في حاجه اسمها ملحقات المثنى. ملحقات الايه؟ معلش، ملحقات المثنى انت عارف ان كلا وكلتا واثنان واثنتان من ملحقات معايا يا محمد؟ من ملحقات المثنى. خلي بالك من كلا وكلتا بالضمير ان هم يتشالوا في جمله. ساعتها انت مفيش عندك الا اعراب واحد. خليك معايا. اعراب واحد بس، هو ان انت هتعرف اول حاجه كلمه كلاهما او كلمه كلا هي ملحق بالمثنى المذكر. ولو انت بتسالني ايه الفرق بين كلا وبين كلتا، بتلاقي كلا مع المثنى المذكر وكلتا مع المثنى الايه؟ فكلمه كلاهما عايزين نعرفها. اول حاجه خليك معايا عشان في تغيير ممكن دلوقتي هتفهمه كويس قوي. كلمه كلاهما هنا متصله بضمير ولا ما فيهاش ضمير؟ فيها الضمير. اول حاجه انا لازم اجرب اشيل كلمه كلاهما كلها من الجمله عندك. ايوه يا يوسف. وتبقى الجمله معايا يا محمد. فكلمه كلاهما هنا عندك فيها اتصال بضمير ويجوز حذف الكلمه كلها من الجمله. انت لو شلتها هتبقى طالبان مجتهدان، معنى كده ان انت هتعرفها توكيد معنوي. اللي بيقابلك بس هو التوكيد المعنوي ده قصته ايه؟ بقيه اعرابه ايه؟ اصل انت ممكن في الامتحان تلاقي فيه في كلمه توكيد معنوي اختيارين. تمام؟ اختيارين. اولا التوكيد المعنوي اللي عندك هنا انا هعرف توكيد معنوي. طيب عندنا يا جماعه التوكيد المعنوي ده من التوابع. يعني ايه من التوابع؟ زي ما انت كنت بتعرف النعت بتحتاج تبص للمنعوت عشان تعرف ان الاثنين لازم يكونوا مرفوعين او الاثنين منصوبين او الاثنين مجرورين. التوكيد نفس القصه بالظبط. يعني كلمه كلاهما بالراحه خليك معايا عايده على مين كلمه؟ عايده على الطالبان. طيب الطالبان دي مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره؟ مبتدا مرفوع الالف. التوكيد تابع. فمعنى كلمة التوابع هو إن التوكيد محتاج يبص على المؤكد تمام وياخد حالته الإعرابية. خلاص النحو مش بالتعود. خلي بالك أنت اتعودت دايما تقول مرفوع بالألف لأنه مثنى. يا جماعة كلمة كلا هما مش مثنى. ده احنا أصلا بنعمل ده كله يا فارس عشان نعرف إن دي اسمها ملحقات الإيه؟ يبقى تقول لي لأنه ملحق بالمثنى. طيب معلش الله يكرمك، هو الاعراب اللي احنا عرفناه ده يا عبد الرحمن لكلمه كلاهما كلها ولا كلا بس؟ كلا بس. اسماء وجه عام بتعرفها في محل جر مضاف ايه؟ خلاص يبقى انا كمان الضمير ده هقول ان هو ضمير مبتدا عادي ما فيهوش مشكله. وكلمه مجتهدان ده خبر والاثنين مرفوعين وعلامه الرفع الالف والالف. بص الله يخليك بالمناسبة ايه الفرق بين المثنى وملحقاته؟ الكلام ده كله خدناه. كلمة الطالبان مثنى وكلمة مجتهدان مثنى لكن ليهم ايه؟ مفرد. والفرق بين الاثنين طب ليه بقى كلاهما دي مش بنعتبرها مثنى؟ قلت له هات المفرد كده منها. هات المفرد من كلمة كلا وكلتا ملهاش مفرد. وبالتالي كلا وكلتا تعتبر من ملحقات المثنى لأنه لا مفرد. هي خلي بالك أنا اشتغلت على كلمة كلاهما كإيه؟ كتوكيد. طب معلش الله يخليك احنا هنكمل مع بعض هنا. ممكن يجيب لك جملة زي كده في الامتحان ويقول لك أدخل على الجملة أنت. ركز معايا الله يخليك. الطالبان كلاهما إيه؟ مجتهدان. شوف معايا يا كريم. الطالبان كلاهما مجتهدان احنا عاوزين ندخل على الجمله دي. هستاذنك طبعا انا استاذنتك الاول تدخلني على الجمله مين؟ يا جماعه ان ده حرف ناسخ لازم تبقى عارف دخوله على الجمله ايه التغيير اللي بيعمله في الجمله نفسها على حاله الرفع للخبر. في طالب بيقول لي معلش يا مستر ان بتنصب ترفع. قلت له معلش انا عندي اعتراض. كون ان هي بتنصب انا ما عنديش مشكله. ان هتنصب لكن معلش ترفع ليه؟ ما هو كده الخبر كان ايه؟ يا جماعه معلش الجمله الاسميه بتتكلم الطالبان هتبقى ايه؟ طالبين. كلاهما هتبقيها زي ما هي ولا تتغير؟ طيب بص يا استاذ خلي بالك
قبل ما تدخل لازم تبقى فاهم كلمة كلاهما إعرابها إيه؟ وإحنا هنرجع تاني. كلمة كلاهما في المثال إحنا جايبين إعرابها تاو يا فارس، أنت خدت بالك، وإحنا بنقول إن التوكيد تمام؟ تابع لما قبله بيتغير توكيد معنوي، والتوكيد تابع لما قبله. تمام؟ كلاهما هتبقى كلاهما. طب بالنسبة لكلمة مجتهدان، جه طالب قال لي يا مستر هنسيب كلمة مجتهدان زي ما إيه؟ بعد ما انت عملت الشغل ده خلي بالك طبعا الشغل ده هيكون مجرد اختيار من وسط 4 اختيارات ليك في الجمله. تمام؟ انا شايف كلاهما فوق توكيد واخترتها بعد التغيير توكيد برضه، فبقت ان الطالبين كلاهما مجتهدان. طب التوكيد المعنوي هنا اترفع ولا اتنصب؟ اتنصب، بس اتنصب بالياء. اتنصب بايه؟ معلش فكرنا ولا غريب؟ مش احراج. المثنى بيرفع بايه؟ بالالف، وينصب ويجر بايه؟ والملحقات نفس الشيء، هترفع بالالف وتنصبها وتجرها بالياء. طب ما ده ملحق، ده كده يا جماعه احنا بنقول عليه ملحق بالايه؟ ملحق بالمثنى. ملحق بالايه؟ بالمثنى. هنا انا هعرف كلمه كلاهما توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الياء، ولو حد سأل عن السبب هتقول لأنه ملحق بالمثنى. يا جماعة احنا ثبتنا إعراب الضمير يا أحمد. ثبتنا إعراب الضمير، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. تمام؟ الحالة اللي قدامك على السبورة دي كده تم استخدامها كتو. طبعا انا بعد اذنك مستر ان انا ادي مثال تاني قلت بس هغير كلمه مجتهدان دي واخليها مجتهد. هتبقى الطالبان كلاهما ايه؟ مجتهد. وقفلت الجمله على كده، وبعد كده قلت لك خلي بالك انتبه. طيب كلمه كلاهما اللي عندك دي بالراحه كده عايزين نشوف اعرابها ايه. تمام؟ ركز معايا يا محمد. كلمة كلاهما هنا عايزين نشوف إعرابها إيه. جه طالب قال لي بعد إذنك يا مستر ممكن تكون توكيد معنوي؟ قلت له والله أنا اتفقت معاك على شروط التوكيد المعنوي. واحدة ثانية واحدة. شروط التوكيد المعنوي إيه؟ هما يا ريت تقرا الجملة. الطالبان أحمد اتكلم صح في نقطة. خليكم معايا. كلمة كلاهما هنا. كلمة كلاهما أنتوا مركزين؟ طيب هل يجوز حذفها من الجملة؟ لا مش هينفع. لأن أنت لما تجيب كلاهما هتبقى الطالبان مجتهد. طيب في الحالة دي مش هتقدر تقول إن إعرابها توكيد معنوي، لأن دايماً التوكيد بيبقى زيادة في الجملة. كلمة كلاهما هنا مش هينفع تتشال. وبالتالي هتعربها مع ملك، هنعربها حسب الموقع فين؟ طب معلش واحدة. هعرف كلمة كلاهما هنا، كلاهما هنا تعرب حسب الموقع في الجملة. طيب لو انت سألتني تاني لماذا لا يتم اعرابها توكيد؟ ما انا قلت لك مش هينفع توكيد لانها مش جاهزة تتحسب، مش هينفع تتشال. هعرفها حسب الموقع فين؟ طيب معلش. كلمة الطالبان لو انت عايز تقربها تعرف ايه كلمة الطالبان في اول جملة؟ دي جملة اسمية. يبقى كلمة الطالبان هتعرب خلاص. احنا هنطلع سهم من كلمة الطالبان وهنعرفها مبتدأ. واحدة بقى الله يخليك. أي مبتدأ لازم له إيه؟ خبر. طيب أنت بتاخد الخبر معاك كلمتين. لا أنا وأنت مجبرين ناخد الجملة الاسمية على بعضها. تمام؟ يعني معنى كده إن كلاهما مجتهد، الكلمتين اللي هي كلاهما مجتهد. تمام؟ خلي بالك الاثنين على بعض كده، الاثنين على بعض خبر وبنسميه خبر جملة اسمية. يا جماعه على فكره طب معلش انا محرج منك جدا، خليك معايا يا يوسف. كلاهما مجتهد. كلاهما مجتهد. الجمله الاسميه بتتكون من الجمله دي. الجمله الاسميه جاوبني على قد السؤال ده. الجمله الاسميه بتتكون من مبتدا وخبر، خليك معايا كامل. يبقى كلمه كلاهما دي مبتدا وكلمه مجتهد دي خبر. بس على فكره انا كده عندي مشكله. أنا كده عندي 2 مبتدأ
عندي كلمة الطالبان ده مضطر ارجع له واقول عندي كلمة كلاهما هنا مبتدأ ثاني. كلمة مجتهد خبر للمبتدأ الأقرب اللي هي كلمة إيه؟ فكلمة مجتهد دي خبر للمبتدأ الثاني. طب لو أنت بتسأل مين خبر بقى كلمة الطالبان؟ الجملة الاسمية على بعضها. هو هنا الراجل بالامتحان عايز بس إعراب كلمة مين؟ كلاهما. فهقول له مبتدأ ثاني. طب مرفوع؟ طبعا مرفوع. وبما انه من ملحقات المثنى ما تجيش تقول لي مرفوع بالضمه. انت كده بهدلت كل اللي احنا عملناه. تمام؟ لا طبعا هو مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ملحق بالايه؟ بالمثنى. يبقى لحد دلوقتي كان عندك حالتين. الحاله الاولى لو كلا وكلتا اتصل بيهم ضمير ويجوز ان انت تحذفهم من الجمله هنعملها توكيد. ممكن توكيد مرفوع، ممكن توكيد منصوب، ممكن توكيد مجرور حسب المؤكد. طب ان هي تتشال من الجمله هتعرفها حسب الموقع فين؟ في الجمله. وهنا مثلا كلمه الطالبان كلاهما مجتهد موقعها طالعه مبتدا ايه؟ ثاني. القصه بقى خلي بالك لو كلا وكلتا بدون ضمير كيف يتم اعرابها؟ ده اللي هنوضحه بعد ما حضرتك تصور الصوره.